أنت تدري الله دا يجعل من أمريكا، هذه أمريكا اللي عدوة الإمام، أمريكا دا تمهد للإمام. سبحانك إلهي، بأمريكا الله دا يشتغل، بأمريكا سقط صدام، وبأمريكا دا يضغط على آل سعود أن يطون حقوق الشيعة، وبأمريكا دا يضغط على آل سعود أن يكفون أيديهم عن الحوثيين. الله عز وجل دا يشتغل بالظالمين، وكما ورد في الحديث أن الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. نسأل الله أن ينتقم من أمريكا. فالأحداث تتسارع، الخط الشيعي بدأ ينهض وبسرعة ولله الحمد. وهذه المعركة اللي صارت بالأخير بين القوات، أو هكذا أقول، قوات آل سعود والحركة الحوثية، أنتجت أن أمر الشيعة في السعودية بدأ يقوى. الشيعة في السعودية بدأوا يتقوون، لأنهم يرون أن دولة آل سعود بدأت تهزل، كما قال الشاعر: هزلت حتى بان من هزالها كلاها. فالحوادث المروية عن الأئمة أن الإمام المهدي في السعودية بعد النداء والصيحة سيوجه له السفياني بجيش. الإمام بالمدينة، تلاحظ، يذهب من المدينة إلى مكة، يتبعه جيش السفياني فيخسف به بين مكة والمدينة. يبقى الإمام بمكة ينتظر من؟ ينتظر القادة 313 أو قسم منهم، كما قلت لكم في شرائط الظهور. سيأتي موسم الحج في شهر ذي الحجة، ونداء جبرائيل شوكت 23 رمضان. سيستعد المؤمنون. لمن راح يسمعون نداء جبرائيل؟ المؤمن واللي قلبه مليء بحب الإمام وقيادة الإمام سوف يستعد للذهاب إلى مكة. أما المنحرف من المسلمين والضال والعلمانيون، فضلا عن المستكبرين والمستعمرين، سوف لن يقيموا أي وزن لهذا النداء. ليش؟ لأن العلم سيتطور. هذه الميكروفونات والسماعات وانتشار الأصوات في الفضاء الكوني بها الكثافة سيجعل من هؤلاء المستكبرين والمستعمرين أقل أفقا وأضيق أفقا في تصديق أن هذا النداء من جبرائيل يدل على ظهور المصلح والمنقذ الذي هو من نسل محمد. راحوا ما يصدقون. تلاحظ ولا تستغرب هالفكرة. تباوى حس العلمانيين من تحكي لهم على الإمام المهدي يقول لك: بابا شو تسكت أنت؟ مجتمع وصلوا للقمر وابتدى تحكي لي مهدي وغيره وغيره. بتلاحظ هاي قناة المستقلة، شوفوا النقاشات اللي تطلع على الإمام المهدي، واي ناس ما مصدقة. المؤمن راح يصدق، فسوف يستعد للذهاب في موسم الحج. هاي الناس المؤمنة، هذا اللي راح يبيع أموال، راح يبيع سيارته ويبيع بيته ويجمع أمواله ويشتري سلاحه ويستعد، اللي هم القاعدة 10,000 نفر والقادة 313، سوف يذهبون إلى الإمام في مكة، وسوف يصادف موسم حج. فإذا انتهى الحج سيبقى الحجاج الشيعة في أرض مكة، ومكة خاضعة يومئذ للسلطة الوهابية التي كما يقول السيد الشهيد هي والإمام المهدي على طرفي نقيض في المذهب. فهنا الإمام يقول للنفس الزكية وهو من الحسنيين: اعتل المنبر وبشرهم بظهوري. فحينما يعتلي هذا السيد الحسني الذي هو بصفاته حسني أم بنسله حسني الله العالم، حينما يصعد المنبر سوف يثب عليه أهل مكة فيقتلوه. تقول الرواية: وأن المهدي مسند ظهره إلى البيت فيحتف به أصحابه ويخرجوه من المسجد الحرام، وسيغضب الله لقتل هذه النفس الزكية، وسيبيت الإمام في ليلته تلك وهو من أخوف الناس على الدين وعلى المذهب، لأن السلطة الناصبية سوف تحيط به
القوات الأمنية بالمصطلح الحديث سوف تبحث عنه. فإذا صارت الليلة الثانية سيسافر الإمام إن استطاع بالطريقة الطبيعية، يسافر للعراق بغير اسمه، يدخل إلى العراق كزعيم شعبي، يجد أن اليماني في العراق قد جمع له الرجال وجمع له المال وجمع له السلاح، وإن لم يستطع بالطريقة الطبيعية كما يقول الشهيد الصدر سوف يبرر له قانون المعجزات استخدام المعجزة، فيطوي له الله الأرض ويصبح وهو في العراق. هذا شو وقت يصبح وهو في العراق؟ يخرج نهاية ذي الحجة. حين يدخل إلى العراق سوف يبدأ الإمام بالاتصال بالقادة والقاعدة، وسيقبل القادة والقاعدة من جميع الدول إلى العراق، وسيصادف أن هذه الأيام أيام عاشوراء، والعراق في أيام عاشوراء يفتح مطاراته لاستقبال الزائرين لزيارة الحسين، فسوف يستغل القادة وجيش الإمام هذه الفرصة فيدخلون إلى العراق ويتجمعون في الكوفة في مسجد السهلة، وسيظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم 10 من محرم صباحا كما ورد في الحديث، وستعلو رايات جيش الإمام المهدي. يا منصور أمت من مسجد السهلة. تعداد الجيش آنذاك على حد قول الصادق 10,000 إنسان عدا القادة الموزعين عليه. الخراساني قبل ظهور الإمام سوف ينحرف، إذا ظهر الإمام سوف يتحرك الخراساني بقطعات من الجيش كبيرة إلى العراق. يقول إذا كان هو هذا المهدي فأنا سأتبعه، وإذا كان هو ليس المهدي فسأقتله وسأقضي على حركته. والظاهر أن الأحداث جدا كما يعبرون على نار ساخنة في ذلك الوقت، فيدخل جيش الخراساني من أرض العمارة، من محافظة العمارة سيدخل إلى العراق. الإمام المهدي عليه السلام سوف تتحرك قطعات جيشه بعد أن يخطب بهم ويعرفهم نفسه ويقول لهم إن باب التوبة قد غلق، لا ترحمون أحد، اقتلوا أي منحرف. نعم، حتى يقول الناس إن هذا ليس من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. يظهر إن الإمام المهدي سوف لن يرحم. لا وجود للمنحرفين في ثورتي ودولتي. فيخطب الإمام بأصحابه ويعرفهم إن باب الرحمة قد أغلق، باب التوبة قد أغلق. فيتحرك جيش الإمام بقطعات تعدادها 10,000 جندي مع القادة، ويظهر له البترية وهم الشيعة المنحرفون الذين يقولون له ارجع يا ابن رسول الله، لا حاجة لنا بك. فيثب عليهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيقتلهم ويحرر أرض النجف منهم، ثم يتوجه بجيشه إلى أرض كربلاء. بعد ذلك يجي جيش الخراساني فيعرفه الإمام نفسه بدلائل ومعجزات، فيؤمن الخراساني، وتتحرك قطعات جيش الإمام المهدي قسم إلى الشمال فتسقط تركيا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يشهد تلك الثورة. إخواني، دائما اذكروا في دعائكم أن تكونوا ممن يشهد تلك الثورة، وأن تكونون من القاعدة المطيعة للقيادة، المترهبنة المتعبدة
التي مملوءة بحب الله، القلب المليء بحب الله وحب المؤمنين. نسأل الله أن نكون ممن يشهد تلك الثورة. نعم مولانا، فجيش الإمام يتوجه شمالا فيسقط دولة الأكراد، وهؤلاء سوف تكون لهم دولة وستعلمون. ثم يتحرك نحو تركيا فيسقطها، ثم يعبر من تركيا إلى أوروبا بقيادة عيسى بن مريم المسيح. سوف ينزل عيسى بن مريم ويتولى قيادة جيش الإمام المهدي ويزحف نحو أوروبا والغرب ويطهر تلك الأراضي من المنحرفين. الإمام يقضي بقضاء داود، مو بالبينة، مو يجي ينتظر فرد دليل حتى تثبت به التهمة على المقابل، بس ينظر للمقابل يعرفه منحرف أم مؤمن يكتله. يعني خاف واحد مراوينه هو يسبح وهو من أنصار الإمام وهو ببيته أفسق الفاسقين، من هسه أقول له هاي ما تاكل، بس يشوفك يكتلك. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويتحرك جيش الإمام المهدي جنوبا باتجاه الخليج العربي، دول الخليج والسودان وأفريقيا والصومال، ويتولى الإمام المهدي بنفسه تحرير العراق والاتجاه نحو سوريا، ويقضي على السفياني ويتوجه نحو الشام، ويدخل الإمام المهدي براياته الخفاقة ويسقط دولة إسرائيل بنفسه إن شاء الله. ويحرر أرض الشرق الأوسط. الرواية تقول حينما يحرر النجف يتوجه إلى كربلاء، يصل إلى كربلاء، يصل إلى ضريح جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يبكي على الحسين. الإمام الصادق يبين لنا المنظر، يوصف لنا المنظر، يقول الناس طبعا هذا الإمام من يحرر الأراضي، هاي ذول المؤمنين اللي كانوا ذول اللي ما يخافون من الله ضاليهم ورا ما يقتلهم الإمام ويقضى على رؤوس الضلالة، ذول شي يطلعون ويا الإمام. فجيش الإمام يكثر، كل ما يحرر بلدة يكثر أكثر فأكثر. يوصفنا الإمام الصادق يقول إن الإمام يربط فرسه بين الحرمين، يعني الدابة مالته التي سيعتليها في ذلك العصر مو إلا خيل أو فرس، وينزل ينظر إلى الحسين جدا وحسينا وشهيداه ومظلوما. الجموع المؤمنة من أبناء جيش الإمام وجند الإمام وقواد الإمام ما بين باك ولا طمين على الحسين. والله إخواني من أتخيل المنظر عيوني تقوم تجري، عيوني تقوم تدمع. أقول إلهي هم راح توفقنا ونوقف ذيك الوقفة ويا الإمام المهدي ونبكي على الحسين. السلام عليك يا جداه يا غريب الغرباء يا أبا عبد الله. يدخل الإمام المهدي إلى ضريح جدي الحسين، يدخل إلى المرقد، يخرج عبد الله الرضيع بقماطه المنقوع بالدم، يقول لأصحابه والناس بأي ذنب قتل مثل هذا.